الشوفلور في الفرن. هاد الوصفة بزاف منينة، ننصحكم باش تجربوها، خصوصا اللي تعاني من مشكلة ولادها ما يبغوش الشوفلور، ولا الزوج تاعها، ولا حتى هي. هاد الوصفة بنينة بزاف، ما تاخدش وقت كبير يعني في التحضير، وزيد الرائحة تاع الشوفلور ما فيهاش، يعني اي واحد غادي ياكلها غادي ما يحسش باللي فيها شوفلور، غادي يحسبها فقط غراتان وصاي. ننصحكم باش تجربوا هاد الطريقة. السلام عليكم أخواتي الكريمات، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بأتم الصحة يا رب العالمين. في البداية نصلوا ونسلموا على حبيب الأنام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبيباتي اللي انضموا جدد للقناة، نقول لهم أهلا وسهلا بكم، وأي وحدة زائرة راها تشوف الفيديو نقولها يلا مرحبا بك، انضمي للقناة باش تكبر القناة تاعنا، وعاونيني بجام يعني فضلا وليس أمرا باش تحفزوني. كيما نقولوا باش تحفزوني القناه، الفيديو تاعي يطلع وقناتي تولي معروفه، اي وحده راها تتمناها اكيد، ما نكذبوش على رواحنا. المهم، اخواتي الكريمات، ناخذ حبه شوفلور تاعي، بما انه راه في موسم الشوفلور راه يجي يشبع بالطري، يعني ما بنين. تاخذي حبه، المهم تقطعيها زهرات كبار كي من هاك، ومن بعد يعني هذوك الزهرات تقصيهم الى فروع الرأس اللي صغيره. جاي يعني في كاين اللي الأعلى يرابيه، لكن نحوه، أنا فضّلت هاد النهار نديره هاكا، ونكمّلوا كاع نقلعي له الحبّة تاع هادوك الزهيرات الشوفليغ الصغار، تاعي هاديك اللي تجي في ونغسلوها الرأس أكيد، تجي غليظة وهنا هاديك نكونوا نقلعوها موجدين بالقدر بالقدر تاعنا، تاعنا فيه الماء يعني باش نفوّروه. لأنها شوية تشد الطياب. في المقابل المهم تاني أخواتي كيما راكم نقشروا تشوفوا في حبّات الفيديو البطة اللي عندي، نقطعوا أنا كاع مثلًا الحبات هنا تاعنا، هاد استعملت 6 الطبق حبّات يعني اللي بطاطا درته أنا، هاد يعني الquantity بحجم كبار يعني نوعًا ما، طبق ل6 أفراد قشّرتهم حتى ل8 أفراد، وتجي بنينة بزاف، وتجي تقدري تعتبريها طبق رئيسي، ترافقيها مع سلطة، تقدري ترافقيها مع سوب، مع حريرة، تجي يعني كيما نقولوا تشبّع ويعني ومغذية. المهم أخواتي الكريمات، خديت هادوك 2 حبات بطاطا تاني، قشّرتهم وقطعتهم مكعبات، غسلت كل شي مع بعض بالشوفلور بالبطاطا، درتهم في كسكاس، درت عليهم الملح ونفضوا كي هاكا باش الملح يدخل فيها، يعني باش كي طيب بنينة، ما طيبش ناقصة ملح. بعد ما حطيتهم يفوروا، ناخدو الحبة تاع البصل تاعي، يعني متوسطة الحجم، نقطعوها مكعبات، يعني نقطعوها قطع صغيرة ونحطوها في المقلاة تدبال. بعد ما يدبل البصل تاعنا نكونوا رابين الطوماطيس تاعنا، تبغوا ترابوها تبغوا تقشروها تقطعوها مكعبات صغار. المهم، هنا بعد ما تقطعوا الطوماطيس تاعكم يكون البصل تاعنا دبال ونضيفوا عليه هذيك الطوماطيس. هنا حبيباتي عندي يعني فخذ تاع دجاج كان بقالي من البارح. هنا تاخديه وتفتتيه، اذا ما عندهاش دجاج تقدر دير كفته، تاخديه وتفتتيه. هنا صلصة البصل تاعي كانت وجدت، زدت عليها المعدنوس، الملح والفلفل الأسود. هنا ناخدو البلا تاعي دهنته بالدهان، أنا توجور نقول لكم ندهن بالدهان ونزيد بشوية زيت، علاش ندهنو بالدهان؟ باش هاديك الكراتان تاعنا ما تلصقش في الطبق، يعني كي نجيو نطفوا البلا تاعنا يتنظف يعني بسهولة، هذه بين قوسين. إذا كيما قلت لكم دهنت الطبق تاعي هنا عاود عفوا البلا يدخل في الفرن دهنته بالدهان عاود بالزبدة. هنا في هاد يعني في هاد الفترة هذه ولا في هذا الوقت نكونوا شعلنا الفرن تاعنا من تحت الفوق باش الفور تاعنا يسخن. نوضعوا طبقة يعني نصف الكمية من هذاك الشوفليغ والبطاطا، نوضعوها في البلا اللي كنا دهناه، نساوها هكا ونديروا النصف تاع الصلصة ولا يعني الكمية الكبيرة تاع الصلصة نحطوها، ونضيفوا الطبقة الثانية هذاك البطاطا والشوفليغ. هنا قلت لكم قبل ما نطيبوه نفوروه عفوا، نكونوا ملحناه هكا باش يعني كيما نقولوا باش يطيب بنين، ما نخلوش حتى يطيب عاد ونديروا له الملح. إن شاء الله تكون الفكرة تاعي وصلت. هنا فرّشت هاد الطبقة كيما قُلت لكم بالبصلة والطوماطيس اللي كنت حضّرتها، وضفت فيها الدجاج مفتت، عاود نساويها هاكا بالملعقة ونربي فوقها الفرماج رابي، اللي عندها الفرماج رابي يعني اللي عندها الquantité دير، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه. المهم بعد ما ساويت درت الطبقة الثانية، هنا راني نربي في الفرماج. قُلت لكم اللي ما عندهاش تقدر تستغنى، تقدر ما ديرش فرماج، أنا بما عندي راه عندي طرف كبير يعني هاذيك هاذاك الطرف تاع 10,000 ب100 دينار، يعني قسمته، ربيت النُص هنايا والنُص نديره من الفوق. المهم أخواتي قُلت لكم نديروا فقط نصف كمية تاع الشوفليغ، وهنا نضيفوا الكمية يعني الكمية اللي بقات نديروها طبقة تانية. كانت باقيت لي تانيك شوية صلصة ضفتها من الفوق. إذا ما كانش عندك كيما نقولوا صلصة ما درتيش بزاف قليلة تقدري ديري فقط صلصة في الوسط.
كيما راكي تشوفي هكا، ونساووها أكيد في البلا باش يعني شكلًا على الشكل، ونضيفوا الطبقة هاذيك شوية من الصلصة. في من جهة تانية نجيبوا الأشوار تاعي نحطوا فيه 2 بيض، نحطوا الملح، وإذا عندك فرماج مكعبات ضيفي، هذه يعني في آخر دقيقة ضفتها، يعني كان عندي 2 حبات باقيين ضفتهم، تقدري تستغناي، وربع فنجان حليب، ونخلطوا هذاك البيض مع الملح والحليب والمهم كيما شفتوه بيض، فرماج، حليب، ملح، فلفل أسود، خلطناهم يعني هاد البلا تاعي نقطعه بالخدمي كيما شفتوا باش البيض يدخل لي في الوسط، وندخلوها للفرن. يعني قدر ما يطيب البيض ويذوب لي هذاك الفرماج، وها هو البلا تاعي واجد، يعني واحد الرائحة ولا أروع يعني، ونأكد لكم على البنة يجي بنين 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 بزاف، ننصحكم باش تجربوه. أخواتي الكريمات، هذا هو وصفتنا تاع هاد النهار اللي بغيت نشاركها معكم، إن شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم، وتخلوا لي في التعليقات باللي جربتوها هكا باش تحفزوني أخواتي باش نحط لكم الفيديوهات يعني بشكل مستمر. إلى هنا وصلت لنهاية تاع الفيديو تاعي، إن شاء الله يا ربي هاد الوصفة تنال استحسانكم ورضاكم، إن شاء الله كيما يعني دعموني أخواتي، ما نكترش عليكم الهضرة، نلتقوا في فيديوهات واحد أخرين إن شاء الله، ودمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.